انتي كده هتموتي في عهد من الجوع. جملة قالها الرئيس الراحل حسني مبارك للنجمة تحية كاريوكا، وده سنة 1987. مش بس كده، ده في موقف تاني جمعهم. قالت له قدام الفنانين أنا مش بفهم كلامك، واتكلمت معاه بأسلوب غريب جدا. ايه حكاية الموقفين دول؟ وايه اللي حصل بين تحية كاريوكا ومبارك؟ وهل في فعلا عداوة بينهم؟ كمان هنقول لكم في نهاية الفيديو عن سر كراهيتها لجمال عبد الناصر. البداية كانت بمكالمة تليفون من حسني مبارك لتحية، وده بعد ما قررت الاعتصام والإضراب عن الطعام لمدة 5 أيام، واعترضت على قانون معين بيخص نقابة السينمائيين. تحية رغم ان عمرها كان 72 سنة وقتها، إلا إنها قررت تقف مع الفنانين في أزمتهم، ورفضت قانون بيقول إن اللي يترشح لمنصب نقيب لازم يكون عدى على عضويته 20 سنة. دي مش بس اعتصمت، دي رفضت تحط لقمة في بقها، لدرجة إنهم نقلوها للمستشفى. ولما مبارك عرف كلمها في التليفون وقال لها هيقول إنك مت من الجوع في عهدي، وإنك شفتي العز والأكل مع عبد الناصر والسادات. يرضيكي كده؟ مش ده بس اللي حصل، ده اتدخل لحل المشكلة ولغى القانون اللي كان مضايقها. الغريب بقى ان تحية لما قابلته بعدها بفترة ما سكتتش، دي احرجته واتكلمت معاه بكل جراءة وشجاعة، وده وسط تكريم للنجوم وحفلة كبيرة، وقالت له في ناس بتنام من غير عشاء يا ريس. الغريب بقى ان مبارك ما اتضايقش من كلامها، ده حاول يفهمها السبب، وقال لها ان الزيادة السكانية السبب في كل ده. ورغم رده عليها بهدوء، بس هي مسكتتش وكملت كلامها بكل جراءة وقالت انا مفهمش في كلامك التخين ده، ما تبيتش حد من غير عشاء يا ريس، ما تخليش حد نايم وهو مش واكل، خد من كل مسلسل بيتعمل 1000 ولا 2000 جنيه واديهم للفقراء. المشكلة ان كتير من الفنانين اتعجبوا من طريقتها واسلوبها، وقالوا لها بهزار انت كده هتتحبسي، بس هي ردت وقالت لهم جمال عبد الناصر سجني، ما يسجني مبارك كمان، ايه المشكلة يعني؟ ايوه، زي ما سمعتوا كده، اتسجنت في عصر عبد الناصر، ومش يوم ولا يومين، دول 100 يوم كاملين، واتهموها بقلب نظام الحكم والانضمام لتنظيم يساري، وكمان لقوا منشورات في بيتها ضد عبد الناصر وحكومته. مش بس كده، ده بعد ما مات قالت لما قامت الثورة أنا كنت من مؤيديها، بس لما انحرفت عن طريقها رفضت اللي بيحصل، واشتركت في عمل منشورات قلت فيها ذهب الملك فاروق وجاء فواريق، وده سبب حبسي 100 يوم في السجن.